شوارع في خط ظهر النادي الاهلي، وطبعا الاداء ده احنا ما نحبوش، وكان باين قوي ان يوسف ايمن مش هو، او لسه ما خدش الثقه اللي هي تخليه واقف وثابت ويعوض غياب ياسر ابراهيم ويبقى مع رامي ربيعه متكاتفين. بس مش هنجيب اللوم عليه برضك، هو كان نص ملعب النادي الاهلي مش حلو برضك بعد خروج كوكا ونزول قفشه الشوط الثاني، الماتش اختلف تماما. بس احنا بنقول احنا مش عايزين نشوف الاهلي بالشكل ده، لان احنا عمرنا ما كان دفاعنا شوارع وخط وسطنا مفتوح على البحر كده. بس برضك الدنيا اتعدلت في الشوط الثاني مع التغيير اللي هي بتاعت قفشه، واللي هي عمرها ما كانت بتخذل جمهور الاهلي ولا تخذل كولر، بمجرد نزولها بتخلص الكلام كله. وطبعا بالمنظر ده الاهلي لو فضل كده في الدوري مش هنضيع نقاط خالص، وان شاء الله مع البطولات اللي احنا هنكملها واي مطوشه تانية هتتاجل لنا